خوتي كيف شفتوا معنا في هاد لا فيديو، فريق الوداد البيضاوي كيدوز من واحد المنعطف جد خطير ومن بعض المراحل الحساسه. كنشوف واحد عدم استقرار اداري والكل يعلم السبب منين جاي هاد المشاكل. فريق الوداد البيضاوي كيمر من مرحله صعبه، الا انه في هاد المرحله هادي كنشوفوا بعض اللاعبين اللي كيقوموا بواحد التصرفات وبواحد السلوكيات اللي هي سلوكات متسيبه داخل الوداد. وهذا الشيء اللي شفناه في مقابله الديربي، مباراة الديربي بين الوداد والرجاء اللي انهزمات فيه الوداد ب2-0. شفنا من خلاله واحد الحركات واحد التصرفات الاخلاقيه، خصوصا من اللاعب ابو سفيان اللي رفض انه يخرج او يغادر رقعه الملعب بعد ما رفض الامتثال المدرب ديالو فوزي بنزرتي، وايضا رفض حتى بوجود العامل الفريق يحيى جبران، والشيء اللي خلى انه يكمل المقابله بالاختيار ديالو غصبا عن المدرب. واللي كل شيء شاف معنا ان الهدف الثاني اللي جابته الرجاء ماركا زريده، فهو جاء من الجهه ديالو او بعد الخطا اللي ارتكبه. ايضا حتى اللاعب سفيان المترجي لاعب كبير وحقق مجموعه من الانجازات والارقام مع فريق الوداد، الا انه حتى هو دار واحد التصرف واحد رده فعل غير مناسبه، خصوصا في الفتره خلال الديربي لما انه ضرب القراعي برجليه ديال الماء على فوزي البنزرتي ردا على عدم الاشراك ديالو في المقابله. بصراحه بعد التصرفات كيخص يديروا اعاده نظر فيهم هاد اللاعبين ويعرفوا راسهم انهم راه كيحملوا واحد القميص اللي هو ثقيل، اللي هو قميص فريق الوداد البيضاوي، القاب ومرجع وتاريخ وحتى قاعده جماهيريه. خوتي المشاهدين، اللي عنده شي تدخل او عنده شي تعليق في هذه القضيه هذه خلينا جيم ولايك وخليه لينا تحت في لا فيديو. تهلاو لي فراسكم، الى اللقاء، الى فرجه او الى فيديو اخر اخوتي.